السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة رياضة. مرحبا بكم. أبعد خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة في الانتخابات المقبلة ملعب الكامب نو حول الصراع الدائر على من سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030 المقرر أن تنظم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. وكان جومي كولومبوني عمدة برشلونة قد أعلن سابقا تقديم طلب رسمي لاستضافة النهائي، مؤكدا طموح مدينة برشلونة في أن تكون على خارطة الحدث المونديالي بعد 4 سنوات. وكشف كولومبوني خلال مشاركته في حفل صحيفة موندو ديبورتيفو أن رغبة برشلونة نقلت بالفعل للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، مع الإقرار بأن القرار النهائي يعود للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ومن جانبه شدد لابورتا رئيس الحالي لبرشلونة خلال جولته الانتخابية على الواقعية، مؤكدا أن تنظيم النهائي في الكامب نو ممكن، لكنه يحتاج للكثير من العمل، بما في ذلك التعديل المخطط العمراني وتجهيز محيط الملعب بالكامل، إضافة إلى الحرم الجامعي والساحة الخارجية وفق متطلبات الفيفا. هذا ما يؤكد أن ملعب الكامب نو يجب تجهيزه لاستضافة المباراة النهائية في منافسة بينه وبين ملعب البرنابيو، أيضا مرشح أن يستضيف المباراة النهائية، إضافة إلى أن المغرب يرغب أيضا في أن يستضيف أحد الملاعب التي تم تجهيزها لاستضافة كأس العالم. وكنشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.